كده هو احنا امتى هنكسب؟ امتى نشوف الزمالك يكسب الاهلي؟ في اجيال، يعني في ولد مثلا 10 سنين واتولد زملكاوي وعنده 10 سنين لحد النهارده طول عمره ما شافش الزمالك بيكسب الاهلي. تخيلوا كده في كرة القدم اللي هو بيتعلمها وهو صغير ان الكوره مكسب وهزيمه، فوز وخساره، والفايز يقول كذا وكذا. هو الراجل ده من ساعه ما اتولد بقى له على 9 10 سنين ما بيقولش غير، ما بيسمعش غير هارد لك هارد لك، عمره ما سمع مبروك. برضه اتضايق تتعب. فانا قلت انا مقدر مشاعر الزملكاويه، وان لازم لعيبه الزمالك الجداد اللي بدفعوا فيهم الملايين يحسوا على دمهم وياكلوا النجيله، ويبقوا عارفين ان الملايين من الزملكاويه اللي مستنيينهم دول مش هيسمحوا ان سلسله الهزائم دي تفضل مستمره. ما ينفعش كل سنه الزمالك يخرج خالي الوفاض من البطوله، كل 3 4 سنين ياخد له كاس، ياخد مش عارف ايه، ما ينفعش. نادي الزمالك نادي بطولات، كل سنه لازم يطلع ببطوله كبيره، يا اما دوري يا اما كاس يا اما كاس افريقيا يا اما الثلاثه. ما هو الاهلي في سنوات كتير كان بيعمل كده، كان بياخد كل البطولات اللي بيخشها. فحتى الاهلي وهو في اضعف حالاته هو بيعمل تجديد واحلال ومش على تغيير، ما بيطلعش. ده السنه دي واخد دوري واخد سوبر وبينافس على الدور قبل النهائي في كاس الكونفدراليه الافريقيه. ده وهو مترنح، ما بالكم لما يقف على رجله الاهلي. فلازم لعيبه الزمالك، لان هم الحقيقه جالهم مجلس اداره عمل لهم كل حاجه، وجالهم جهاز فني على اعلى مستوى، حسام حسن، مفيش حجه مفيش مبرر. بس انا عرفت السبب بقى امبارح. يعني امبارح كان الدليل والمبرر القوي ان ليه بيحصل كده في نادي الزمالك. لان الكلام مش فلوس ولاعيبه كويسه بس، انضباط واخلاق قبل اي شيء. وامبارح كان دليل على انعدام الاخلاق وانعدام الانضباط جوه مؤسسه رياضيه تربويه في المقام الاول. المهزله اللي حصلت ما بين كابتن ابراهيم حسن مدير الكره في الجهاز الفني لنادي الزمالك، وما بين الكابتن احمد حسام